تخيل دولة اسمها مرتبط في دماغ ناس كتير بصورة قديمة، لكن الحقيقة إنها دلوقتي واحدة من أجمل وأكتر دول أمريكا الجنوبية تنوعاً. مدن حديثة، مدن تاريخية مسورة، بحر كاريبي، جبال وطبيعة خضرة، وثقافة مختلفة تماماً عن أي مكان زرته قبل كده. الدولة دي هي كولومبيا. وفي حلقة النهاردة من لو حبيت أسافر هقول لك كولومبيا من غير تهويل ولا خوف. فين تروح؟ تعمل إيه؟ وتكلفة السفر بالأرقام، وخط سير عملي يخليك تستمتع بالبلد. صح. كولومبيا فين؟ وليه الناس بتتفاجئ بيها؟ كولومبيا موجودة في شمال أمريكا الجنوبية، والمميز فيها إنها على المحيط الهادئ وعلى البحر الكاريبي، يعني بلد واحدة فيها سواحل مختلفة غير الجبال والغابات. مساحتها حوالي 1.14 مليون كيلومتر مربع، عدد السكان 52 مليون، واللغة الرسمية الإسبانية، والإنجليزي شغال في السياحة بس مش في كل حتة. ليه كولومبيا اتغيرت؟ لأن البلد عدت بمرحلة صعبة، لكن دلوقتي آمنت سياحياً في المدن المشهورة، مستثمرة في السياحة، والناس ودودة جداً مع الزوار. نبذة ثقافية سريعة: كولومبيا بلد موسيقى، رقص، ألوان، وحياة في الشارع. هتحس إن الناس بتحب تعيش، وده بيبان فيه الكافيهات والساحات والمهرجانات. أفضل وقت تسافر كولومبيا: كولومبيا بلد استوائي، فالحرارة ثابتة نسبياً. أفضل وقت ديسمبر إلى مارس، يوليو إلى أغسطس. الأمطار ممكن تنزل في أي وقت، بس غالباً خفيفة ومش طول اليوم. أروح فين في كولومبيا؟ 1. بوغوتا، العاصمة والثقافة. بوغوتا مدينة كبيرة وممكن تحسها تقيلة شوية في الأول، بس فيها عمق ثقافي واضح. تعمل إيه في بوغوتا؟ وسط المدينة التاريخي، تتعرف على الثقافة الكولومبية وحبهم للحياة، متاحف، كافيهات، أحياء قديمة، إطلالة جبل مونسرات، إطلالة طبيعية مهيبة. بوغوتا يومين كافيين جدا. ميدلين، مدينة التحول والحياة. ميدلين كانت زمان مرتبطة بصورة ذهنية سلبية جدا، لكن النهاردة بقت واحدة من أكثر المدن تطوراً وحيوية في أمريكا الجنوبية. المدينة دي مثال حي إزاي بلد يقدر يغير نفسه. ميدلين دلوقتي منظمة، نظيفة، آمنة في المناطق السياحية، ومليانة حياة وثقافة. ليه ميدلين مميزة؟ لأنها مدينة جبلية بإطلالات جميلة، جوها معتدل طول السنة، عشان كده اسمها مدينة الربيع الأبدي. رخيصة نسبياً وسهلة الحركة بالمواصلات. كمان فيها توازن حلو بين حياة محلية حقيقية وتجربة سياحية مريحة. التلفريك تجربته مش مجرد مواصلة. من أشهر الحاجات في ميدلين هو التلفريك. التلفريك هنا جزء من المواصلات العامة، مش سياحة بس. بيوصلك لأحياء جبلية كانت معزولة زمان، وانت طالع تشوف المدينة من فوق، تفهم تركيبتها، وتحس فعلا بقصة التحول اللي حصلت. دي تجربة مهمة جدا عشان تفهم ميدلين، مش بس تتفرج عليها. كومونا 13، قصة مدينة كومونا 13 من أشهر أحياء ميدلين. الحي ده كان من أخطر المناطق، ودلوقتي بقى رمز للتغيير. هتلاقي جرافيتي، موسيقى، سلالم كهربائية، شباب بيشرحوا قصة المكان. الزيارة هنا مش فرجة، دي تجربة ثقافية وإنسانية. الحدائق والمساحات الخضراء. ميدلين مدينة بتحب الطبيعة، هتلاقي حدائق، مساحات خضرة، قعدات هادية وسط الزحمة، وده بيخليها مريحة نفسياً ومناسبة للتمشية اليومية. ميدلين محتاجة 3 أيام على الأقل، 4 أيام لو عايز تعيش الجو مش بس تزور. كارتاخينا الكاريبي بروح تاريخية. كارتاخينا واحدة من أجمل مدن البحر الكاريبي، واللي بيميزها إنها مش شاطئ وبس، دي مدينة تاريخية كاملة مسورة. أول ما تدخل المدينة القديمة، شوارع ملونة، بيوت تاريخية، موسيقى في الشارع، وأجواء حياة مستمرة. تعمل إيه في كارتاخينا؟ تمشية في المدينة القديمة، قعدة كافيهات في الساحات، مشاهدة الغروب على الأسوار، زيارة شواطئ قريبة للراحة. ليه كارتاخينا مختلفة؟ لأنها تجمع بين تاريخ إسباني قديم وثقافة كاريبية حيوية، وأجواء ليلية ممتعة من غير زحمة خانقة. مدينة تحبها بسرعة حتى لو قعدت فيها وقت قصير. تقعد قد إيه؟ يومين كفاية، 3 أيام لو عايز بحر أكتر. 4. كوفي ريجن، روح كولومبيا. منطقة زراعة القهوة، طبيعة خضراً، قرى صغيرة، مزارع قهوة،
تجربة مختلفة تماماً عن المدن. يومين مناسبين. تجارب لازم تعملها في كولومبيا: تمشي في مدينة قديمة، قعدة كافيهات، تجربة القهوة، موسيقى ورقص، بحر كاريبي، تلفريك ميديلين. تكلفة السفر لكولومبيا بالدولار: الإقامة، هوستيل، 12 إلى 20 دولارا، فندق اقتصادي من 25 إلى 45 دولارا، فندق متوسط من 60 إلى 90 دولارا، الأكل، وجبة محلية من 4 إلى 7 دولارات، مطعم متوسط من 8 إلى 15 دولارا، قهوة من 1.5 إلى 3 دولارات. المواصلات رخيصة، متوسط يومي من 5 إلى 10 دولارات. الأنشطة: جولات من 15 إلى 40 دولارا، شواطئ مجانية أو قليلة. ميزانية اليوم: اقتصادي من 35 إلى 55 دولارا، متوسط من 60 إلى 85 دولارا. خط سير مقترح: 10 إلى 12 يوما. يوم 1 إلى 2 بوغوتا، يوم 3 إلى 5 ميديلين، يوم 6 إلى 7 كوفي ريجن، يوم 8 إلى 10 كارتاخينا، يوم 11 إلى 12 راحة وتسوق. نصائح مهمة قبل السفر: التزموا بالمناطق السياحية، استخدم برامج النقل الذكي، متظهرش موبايلك في زحمة، اتعلم كلمتين إسباني، استمتع بالثقافة. الخلاصة: كولومبيا مفاجأة حقيقية، متنوعة، معقولة التكلفة، وتجربة مختلفة عن أي بلد تانية. اختيار ممتاز لأي حد عايز يدخل أمريكا الجنوبية بثقة. اكتب لي في التعليقات تحب نكمل بأنهي دولة؟ وما تنساش تعمل سبسكرايب عشان لو حبيت أسافر مكملة.